رمسيس يا اسطى؟ لا انا اخر المعادي. معادي؟ كده هدفع اجره زياده واليوميه يا دوب على القد. امر لله، هركب وخلاص وابقى اغير من هناك. وصلنا الميعاد يا جماعه، انا هكمل للتحرير، فاللي هيكمل معايا يبعت الاجره ورا. طب ما تكمل رمسيس يا اسطى على طول. لا انا اخر تحرير. تحرير؟ كده الاجره بقت الطاق 3 واليوميه كده هتبقى على قد المواصلات بس. امر لله، اكمل وابقى اغير من هناك. حلوان يا اسطى؟ لا انا اخر المعصره والدواجن. معقوله؟ الصبح برضو ركبت ودفعت الاجره الطاق 3 ودلوقتي برضو نفس الكلام. امر لله، اركب وابقى اكمل من هناك. الصف يا اسطى؟ لا انا اخر الشرفه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب اجيب منين بس حق المواصلات كل يوم اللي بقت اضعاف اضعاف بسبب تقطيع المسافات؟ امري لله، اركب وابقى اكمل من هناك. جماعه احنا وصلنا الشرفه خلاص، انا هكمل للاخصاص. اللي هيكمل معايا يا ريت يبعت الاجره ورا. طب ما تكمل للصف يا اسطى على طول. لا انا اخر الاخصاص بس. لا حول ولا قوه الا بالله. انا نفسي اتقطع والجو بقى حر وما بقتش قادر انزل من مواصله لمواصله وجسمي فرهد، ولا بقيت قادر ادفع فلوس على فلوس. طب هجيب منين بس؟ امري لله، اركب وابقى اغير من هناك. جماعه احنا وصلنا الاخصاص خلاص، انا هكمل للصف. اللي هيكمل معايا يا ريت يبعت الاجره ورا. خلاص مش عايز اركب، هاخدها مشي في عز الحر، لان اليوميه خلاص خلصت على المواصلات رايح جاي. فمش هقول غير كلمه واحده بس: حسبي الله ونعم الوكيل. لكل سواق ميكروباص لا يتقي الله وبيقطع المسافات علشان يضاعف الأجرة على الناس التعبانة والشقيانة. أحب أقول لك إنك لو فاكر إنك كده بتكسب وبتضاعف مكسبك تبقى غلطان. فأنت كده مع كل جنيه زيادة بتاخده من راجل تعبان وشقيان على عياله في عز الحر بيطلع يومية علشان يجيب بالكتير 150 أو 200 جنيه. فأنت بتاخد مع كل جنيه زيادة مش حقك دعوات وحسبنا عليك. فيه اللي بيوكل ربنا في أمره ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، وفيه اللي هيقول حرب نار وخراب على بيتك وعيالك، وفيه اللي هيقول ما تلحقش تصرفه على صحتك وعافيتك. لكن صدقني انت لما تراعي ربنا وتتقي الله في الناس وتاخد الأجرة اللي حكومتك وبلدك مسعرها لك، فانت كده بتاخد معاها بركة وخير كتير ودعوات ناس صالحة هتسبقك على البيت. فهتلاقي السعادة والرضا عليك وعلى أولادك والخير ما بيتقطعش من بيتك. هتقولي طب البنزين غلي وانا بغلي الأجرة معاه، وانا هرد عليك وهقول لك الكلام ده لما تكون عربيتك ملاكي، فمن حقك تحط التسعيره اللي انت عايزها لانك بتطلع مخصوص مع حد هو طلبك ليه خاص. انما انت اجره وخاضع لتسعيره الحكومه اللي هي محددها لك، وبناء عليه بتدي لك رخصه تسيير اجره وبتنتفع بيها، غير الملاكي اللي مش من حقه ينتفع بيها. فانت بتشتغل وبتاكل عيش بيها وانت رضيت بيها، فلو مش راضي بيها يبقى تقلب عربيتك لخاص، ووقتها حدد الأجرة اللي انت عايزها، وساعتها يبقى اللي هتاخده حلال ليك ولأولادك، لأن مش هيركب معاك غير اللي هيطلبك وبس. وبس كده. يا ريت بقى نشير الكلمتين دول لكل سواقين الميكروباص يمكن يرجعوا. كن جميلا.